بعد اجواء الرحله واجواء الرحله نتاع نادي رياضي صفاقسي نشوفوا اجواء يوم المقابله اللي كانت تعادل فيها نادي رياضي صفاقسي وحق نفس النتيجه اللي حققها الترجي الرياضي التونسي. نادي رياضي صفاقسي كان تعادل هدف مقابل هدف امام اهلي بنغازي. باش نرجعوا المقابله هذه اللي حضرها زميلي ياسين بورقيبه. Le CSS doit assurer le titre dès le match aller. On va essayer de faire un bon résultat déjà aujourd'hui pour mieux préparer le match retour. سي خليفه غيرتوا المدرب يعني ورجعتوه مره اخرى، علاش؟ المدرب هو كان عنده ظروف في الاول، قال انا ما عندي ظروف عائليه خاصه به هو، وبعد ما انتهى الظروف تم الاتصال به ووافق على الحضور. وليد، نجم يكون اليوم مباراه اهلي بنغازي ونادي صفاقسي هي مباراه ثأرية رياضيا بالنسبه للاهلي. مباراه صعبه وحدود الفريقين نشوف فيها متساوي يعني، مباراه الذهاب هي اللي حتحكم من صاحب اللقب يعني. سعد مجيد، شنو العنوان اللي تنجم اللي كتبته قبل المباراه؟ لقاء أخوي عربي يجمع الأشقاء من ليبيا من تونس بكل تأكيد، لأن ليبي نتمنى الفوز لفريق الأهلي، لكن أنا أحترم جدا جدا الصفاقسي التونسي وأحترم الكرة التونسية. يظل اليوم كونتر السي اس اس، يعني كيفاش حضرت مباراة؟ والله شنو نقول لك، كما تعرفوا ما هذا تو واحد احترافي، كو مرة مع المسير مرة مع صفاقس، تو جاء الوقت واحد باش يخرج من تونس. نجم نقولوا عاونت الأهلي بنغازي في تحضير المباراة بأنك تعرف سي اس اس كل كبيرة وصغيرة؟ والله لا، هما راهم اسمع متابعين الدوري التونسي معناتها يتفرجوا عليه، معناتها مصلي يعني بيه حنبال، معناتها كل اسبوع معناتها نشوف معناتها عباره واحد في تونس. هذه مباراه الحسم تعتبر بالنسبه للاهلي وبالنسبه للصفاقسي، اللي يربح اليوم ان شاء الله يتوج بالبطوله، سواء الاهلي ولا الصفاقسي نحن اخوه في الاخرين. اليوم يعني عدينا العده، اول حاجه ان ما يخصص فينا هدف، وثاني حاجه ان نسعى ان نسجل هدف ولا هدفين حتى نرتاح في مباراه العوده في تونس. ذولي انت اول عنصر نسائي في التاريخ يدخل الملعب هذا اللي هو ملعب تشافيز. اي انا اول امراه. ذولي شجاعه كبيره باش تدخل الاستاد. ها مع راجلي سخانه برشا اليوم في الملعب، برشا جمهور وانت بردان يظل. الجو برد شويه، لكن ان شاء الله نتمنى من فريق الاهلي ان شاء الله بعون الله تعالى انه يدفينا اليوم بجولين وازيد ان شاء الله. من الاهلي باش يفوز ولا صفاقس التونسي باش يفوز؟ الاهلي يفوز 3-0. فوز 3-0 الاهلي. شكون باش يمارك اليوم؟ شكون باش يسجل اليوم؟ سجل سمير ومصلي واكرم عياد. في ظل استقبال رائع على كل المستويات اليوم في ليبيا. هذا مش غريب على الاخوان في شقيقه ليبيا، وخاصه مسؤولي اهلي طرابلس، نشكروهم على هذه الهديه، وان شاء الله يردوا الجميل ما احسن منه ان شاء الله. التعادل بصراحه يعني مش عادل، ان نحن اليوم كنا نطلب الفوز. مباراة جيدة، نحاول نحن في العودة نحن نكونوا في مستوى، وان شاء الله ربي يوفقنا في مباراة العودة. النجاعة الهجومية موجودة، بس التوفيق ما كانش معنا في تسجيل الاهداف، الاداء ممتاز بس تسجيل الاهداف كان غايب صراحة يعني. مباراة قوية اليوم، صعيبة برشا اليوم، سي اس اس خرج نجم نقولوا بتعادل، يعني نتيجة ايجابية. المهم الا احنا ماركينا بونتو لهنا، وان شاء الله مازال الريتور غادي في صفاقس، نحضروا كوم الفو وان شاء الله ناخذ الكوبا. نتيجة ايجابية، نقولوا شوط الاول ربحناه في ليبيا وخرجنا نتيجه ايجابيه، ان شاء الله كونفيرماسيون جمعه جايه في صفاقس ويكون اللقب ان شاء الله اللي نحن نفرحوا الجمهور. في ظل ملي خذا جسم الكرتون بديت تحضر في الماتش الريتور. اول حاجه في باليس اللي عنده كرتون قبل، مي احنا ديما حاضرين هنا كيك سوا معنا جسم، انا نبداو ديما حاضرين معنا، ماك تعرف معنا مقابلات كيف هكايا انا ما يعطيكش الوقت باش تاخذ برشا صفر، معناها ورقه زوز سي تلقى روحك معاقب، فهمت؟ دونك ان شاء الله نبداو. المهم يظل فرصه ليك انت، مش ديما اللاعب ولا الحارس يلعب فينال يعني في حياته. بالطبيعه واحد فينال مش ديما، معناها جات فرصه ان شاء الله بقدر ربي ناكدها، وان شاء الله الكوبا دي تقعد في صفاقس ان شاء الله. حمزه يظل مشهور برشا في ليبيا. خاطر ماركيت لهم
باركت لهم زوز بونتو هذاك علاش محترفين به يعني لاعب ما شاء الله عليه وقدم واجب 100% ما شاء الله عليه الشباب يعني. عايشك ميرسي. فهمتني قلت لك خاطر ماركت لهم دونك يعرفوني بالكدا فهمت هذاك علاش. فتحي ذولي بعد النيل اليوم يتبنن واحد الماكله تو. مش بعد النيل بعد اللي صار فينا من الحكم كملنا نيل يتبنى الماكله خاطر اللي شفناه اليوم انا عمري ما شفته في ميدان التحكيم. تسجيل هدف في بنغازي عنده قيمه كبيره ياسر، اما الشوط الثاني مازال في صفاقس، اما باهي نتيجه ايجابيه رغم اللي وقع في وسط المباراه، وخاصه كان لازم نتكلموا شويه على التحكيم كان مفاجئ حقيقه، كان مفاجئ. حضرت العنوان تو نتاع نهار اثنين؟ والله مازال تعرف انه تعب برشا اليوم في الخدمه، وزيد الظروف نتاع الملعب تبعتها انت زاد كل شيء صعيبه برشا برشا برشا. اي حتى هو هيك تقريبا. تعادل مرضي للنادي الرياضي الصفاقسي يخليه قادر على التتويج بالكاس، وتبقى الكاس التونسيه السنه الثانيه على التوالي. نعرف الترجي عملناه النادي الرياضي الصفاقسي سنه حاجه ايجابيه للكره التونسيه. فريق النادي الرياضي الصفاقسي يعود تعادل ثمين باش يخلي حظوظه وافره في لقاء العوده، وغضب من المسؤولين النادي الرياضي الصفاقسي على التحكيم في المقابله هذه.